السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل حلة تركي. عندي هنا نص كوب جوز هند او ربع كوب. لو البايركس عندكم اصغر من ده يبقى ربع كوب. حطيته هنا الملون ده فورماسيه عشان كنت عامله منه بديفور من العيد ومتبقي عندي. ده هاخده كده اشيله على جنب. وعندي هنا بسكويت. البسكويت ده انا برضه كنت عاملاه فما حبيتش ان انا ارميه او كده، فقلت اجدد منه يعني واستخدمه في حاجه تانية. حطيته هنا في الكيس. هنزل عليه معلقه كاكاو. تمام، عشان انا ما عنديش بسكويت فيه كاكاو، فانا نزلت عليه بمعلقه كاكاو زي ما انتم شايفين كده اهو. هقلبه في بعضه. هجيب بقى المدق واكسره واوريه لكم. انا هنا خلاص كسرت البسكويت زي ما انتم شايفين ورشيت عليه معلقه الكاكاو اهو. هاخد بقى البسكويت ده اركنه على جنب ونشوف. تعالوا معايا على البوتاجاز نشوف هنعمل ايه. هنا حطيت الحله على البوتاجاز ونزلت بمعلقه كبيره زبده اهي زي ما انتم شايفين. معلقه مليانه هرمي كده زبده، وهنزل بمعلقه هرمي دقيق وهقلبها كده لغايه ما الدقيق. لو احتجت احط معلقه كمان، احتمال كبير احط كمان معلقه. يبقى انا كده خدت معلقتين دقيق. هقلب بقى كل الكلام ده ببعضه لغايه بس ما ريحه الدقيق تطلع معايا، وهنشوف هنحط على ايه. انا هنا خلاص كده الدقيق ريحته طلعت معايا. عندي هنا لبن، كيلو لبن. انا مش هاخد الكيلو كله، سبت منه حوالي ربع. لو احتجت هحط له. انا كده كده غليان مجهزاه جنبي. هنا هنزل بحوالي ربع كوب سكر حسب الرغبه عندكم السكر. انا شكلي كده هاخد بقى الكيلو كله اهوت، لان هي بدات تتقل معايا. فانا هبتدي انا احط كيلو حليب وحطيت ربع كوب سكر. انتم حسب ما انتم عايزين التحليه بتاعتكم ايه. انا بالنسبه لي التحليه كده كويسه، لان في حاجات تانية هتتحط. جبت بقى معلقه صغيره خالص، مش مكترتش لان هي مش هتحتاج. استني كده. كده خلاص انا عندي تقلت اهي زي البشاميل، بس بقى محلي. ايدي ما ثبتوش عشان يفضل معايا ناعم كده وما يبقاش مكتل. هفضيه بقى، هندفع عليه كده بعد ما اعمل فقاعات. بس معلقتي مش هتخليني بس عشان اعزز النكهه. اعزز البشاميل بتاعي نزلت بظرفين فانيليا سايله او بودره اللي موجوده عندي، فهنحطيه. اقلب كده بس بعد ما تطفي عليها خالص في الاخر خالص تفضل الريحه موجوده. انا هنا غيرت الطبق علشان طلع الطبق التاني صغير، فهنزل بقى كده بالخليط او هشيل بقى الخليط ده ادخله التلاجة ونشوف هنعمل ايه تاني. هنا بقى هنزل، انا دخلتها التلاجة وسبتها بقى لمدة ساعتين في التلاجة. هنزل هنا بباكت كريم شانتيه، وهنزل بربع كوباية مية ساقعة متلجة او لبن متلج. تمام، هعمل كده عشان بس الكريم شانتيه ما يطيرش. بعد كده بقى هضربه. خلاص هنا انا كده ضربت الكريم شانتيه زي كده. عندي بقى علبه قشطه. القشطه دي عايزه تجيبي تحطيها ده اختياري، عايزه تحطيها حطيها، مش عايزه تحطيها حطي كيسين كريم شانتيه عشان تبقى معاكي طبقه سميكه وتديكي طبقه حلوه. خلاص كده انا هنا خلاص خلصت الخليط ده. هاجي جايبه كده طبق من التلاجة بقى اللي انا كنت عاملاه في الاول خالص معاكم. عامله كده كده. عندي بقى هنا البسكويت اللي انا قلت لكم اللي هو بتاع العيد، اللي انا حطيته ضربته بايد الهون، دقيته بايد الهون وحطيت عليه معلقه كاكاو اللي انا عملته في اول الفيديو خالص. هاجي جايه بقى كده كده ورش على وشها من فوق كده. ممكن بقى انت تزيني بفواكه عندك. ممكن تعملي طبقه جيلي. يعني انت متاح ليكي تعملي اي حاجه فيها على التزيين من فوق. وعندي هنا بسكويت اللي هو بتاع الاطفال اللي هو عامل زي كده برضك. مسكته كسرته كده بايدي كده. تمام، حطيته برضك كده اهو اللي هو ده. برضك بتكسره كده بايد عشوائي كده اهو. التزيين ده حسب ما يرجع لك انت وحسب ما انت عايزه تزيني ازاي. انا بزين باي حاجه موجوده عندي وبستخدم اي حاجه موجوده عندي، مش شرط ان انا اجيب حاجه مخصوصه للتزيين اهو.
اهو البسكويت بتاع العيد بدل ما كنت هرميها ونفع معايا وهستخدمها وهينفع معايا الحبة اللي هيتبقوا برضك بالكاكاو دول هشيلهم مش هرميهم، هينفعوا معايا في اي وصفة تانية ولا في اي اكلة تانية. خلاص كده. ايه رأيكم بقى كده؟ دي هتقعد في التلاجة قيمة ساعتين وبعد كده نقطعها. مستنية دعمكم ليا واشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وان شاء الله يوصلكم كل جديد مني. يا رب ان شاء الله كل الوصفات تكون بتعجبكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناة بعيد عليكم تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.